السلام عليكم أحبابي في الله، في هذا اليوم وفي هذا الدرس الجديد اللي من خلاله سأشرح منهجية النص التطبيقي، أو بالأحرى النص المنهجية إحياء النموذج وسؤال الذات وتكسير البنية وتجديد الرؤية. إذن كل هذه الدروس فلها تقريبا نفس المنهجية، فقط يختلف يعني المضمون هو اللي كيختلف، أما المنهجية فنفس المنهجية. إذا الناس اللي مازال ما تابوناتش في القناة فكنقول لكم هبطوا لتحت، بركوا على زر الاشتراك ثم لايك ثم فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالنا إن شاء الله. إذا من خلال واحد المجموعة ديال الأسئلة حقيقة وصلتني أيضا على الفيسبوك، كتطلب مني أنني باش نشرح لها المنهجية ديال النص التطبيقي بعد ما كنت شرحت المنهجية ديال النص النظري. إذا فأغلبية تقريبا كيقول لي لا عطينا، بغاو هما المنهجية، بغاو يعني ملء الفراغات. الإخوان التلامذ، راه تنقول لكم راه والله القسم بالله الا تبعتي ديك المنهجيه ديال انك ملء الفراغات تهزها بالانترنت، انا غنعطيها لك دابا ما كاينش مشكل، غنعطيها لك ونصيفطها لك، والاغلبيه ديال التلامذه غنصيفطها لهم في هذا. ولكن راه والله ما تنفعك. علاش؟ وراه تصور معايا انت غتملأ الفراغات معينه، واصلا هذوك اللي كياخذوا ديك المنهجيه ويعمروها راه كيكونوا ما فاهمينهاش، غير كيجيو يعمر دوك الفراغات وهكاك وصافي. وتصور معايا يعطيك غير سؤال واحد، يبدل لك غير سؤال واحد في الامتحان، راه والله القسم بالله حتى غتلف صافي ديك المنهجيات غير لوحه في الكورفي ولا شي حاجه، وتصدق السؤال كيهضر في الشرق وانت كتهضر في الغرب. اذا فهذا هو السبب الحقيقي اللي كيخليكم انكم باش حقيقه تجيبوا نقاط هابطه، وملي كيخرج من الامتحان كيقول لك راني خدمت مزيان ودرت لهم كذا ودرت لهم كذا ودرت لهم كذا. لا خويا، راه الامتحان ماشي هكاك، راه انت كتهضر في جهه والامتحان كيهضر في جهه. اذا رجع، كنتمنى انكم تبعوا معايا من خطوه خطوه، مرحله معينه في هذه المناهج، في المنهجيه اللي غنعطيكم دابا انايا، باش تفهموها مزيان. وحتى الا فهمتوا ما فيها باس تمشيو عند ديال دوك النصوص اللي كيكونوا في الانترنت، او اللي كيتصيفطوا لكم، او اللي كيوجدوا الاساتذه ويعطيو لكم، بعض الاساتذه ويعطيوها لكم، ما فيها باس يعني تستعن بها، لانها تقدر تفيدك وتقدر تساعدك. ولكن تاخذ ديك المنهجيه املا الفراغات، كيقول لك الكاتب، كتعطي انت الكاتب او الشاعر وكيدير لك بين قوسين، وكتحيد انت دوك بين قوسين وتكتب اسم الشاعر. لا سمح لي، ديك المساله ماشي ديما صحيحه، وراه المصحح كيكون عايق بانك راك نقلتي وراه واحد المجموعه ديال الحوايج. اذا على بركه الله نبداو المنهجيه ديالنا. كما قلت نعاود نذكر، المنهجيه ديال احياء النموذج وديال سؤال الذات وديال تكسير البنيه وتجديد الرؤيه، فنفس المنهجيه تقريبا عند هاد الدروس هذه كامله. اذا اول حاجه اللي خاصك تكون كتعرف، وهي تكون كتعرف المقدمه ديال احياء النموذج، والمقدمه ديال سؤال الذات، والمقدمه ديال تكسير البنيه، والمقدمه ديال تجديد الرؤيه. اذا هاد المقدمات هادو كلهم خصك تكون يعني عارفهم وتكون حافظهم، ما فيها بس انك تكون حافظهم باش تهنا من هاد المشكل هادو ديال المقدمات كاع نهائيا تهنا منه. ولا المقدمات راه كما كتعرفوا راه الاستاذ كيعطيكم، والاساتذه راه كيعطيكم المقدمات ديال هاد المساله هادي. اذا لابد والسؤال الاول اللي كيتطرح في النص التطبيقي هو وضع النص او تأطير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي. اذا ضروري لنا اننا خصنا نكونوا عارفين المقدمه، وخصنا نكونوا عارفين الرواد ديال هذاك اتجاه معين، ونكونوا عارفين مثلا المهم نكونوا عارفين يعني الا ما كناش عارفين الرواد كلهم، وانما نعرفوا على الاقل واحد 3 أو 4 في كل اتجاه معين، نعرفوا في واحد 3 د الرواد او 4 د الرواد. اذا وغالبا بعض المرات كيقولوا لكم في السؤال الاول تأطير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي، ووضع فرضيه بعض المرات، لقراءه النص. اذا بعد ما كدير المقدمه ديالك، كتهضر على التأطير الثقافي والادبي، وكتجي كتهضر على الرواد، ومثلا كتخلي الشاعر او الكاتب ويعتبر مثلا شي كاتب معين، مثلا المهم ما عرفتش انا، شي شاعر معين او لا محدد او لا روائي معين مثلا،
نازك الملائكة، تعتبر مثلا نازك الملائكة من الرواد الذين برزوا هذه المدرسة وتحدثوا في كذا وكذا. إذا كتخليها حتى الأخرى. شنو كتجي كدير؟ كدير كطرح الاشكاليات ديالك وكتنزل من تحت. شنو كدير الملاحظه البصريه كديرها للعنوان، والملاحظه البصريه سميتو للنص بصفه عامه، باش كتجي كطرح الفرضيه. حيت الفرضيه شنو هي؟ الفرضيه هي واحد بناء على العنوان، وبناء على مثلا بدايه النص ونهايه النص، و يعني الفقره في الوسط النص ولا هذا، بناء على هذه المجموعه ديال هذه الملاحظات وكطرح الفرضيه. اذا خاصك ضروري الى عطاوك هذا السؤال طرح الفرضيه، اذا ضروري خاصك دير ملاحظه ولا اكتفي هي بجوج الملاحظات. الملاحظه مثلا ديال الملاحظه البصريه للنص الشكل ديالو كيفاش داير، والملاحظه البصريه ديال العنوان فقط وكطرح الفرضيه. نعم، اذا احنا دوزنا السؤال الاول. اذا هذه منهجيه او الخطوه الاولى في المنهجيه هو وضع يعني مقدمه. ندوزو دابا الى الخطوه الثانيه، وهي الخطوه الثانيه في المنهجيه، وهو كيقول لك غالبا تلخيص مضامين النص، او كيقول لك يعني تلخيص مضامين النص كتلخصو يعني الى مضامين اساسيه، او كيقول لك تلخيص النص في مضمون عام، يعني كتعطي الفكره العامه، او كيقول لك بعض المرات وتكتيف المعاني الوارده في النص. نفس الحاجه غير فقط المصطلحات كتغير وصافي، باش ما تلفوش نتوما. يقول لك لا عطينا تكتيف المعاني الوارده في النص وما تعرفش انت كاع علاش كيهضروا، فقط راهي نفس يعني الكلمات وصافي. يعني غير انت خصك تركز وتعرف يعني هذا السؤال هذا تفهمو كما قلت لك، باش تكون عارف هذه المساله هذه. ندوز دابا الى الخطوه الثالثه في المنهجيه، والخطوه الثالثه وغالبا كما قلت لكم هو يعني كيقول لك تحديد الحقول الدلاليه المهيمنه في النص والمعجم المرتبط بها، ثم ابراز العلاقه القائمه بينهما. اذا اش كنقصدوا بتحديد الحقول المعجميه المهيمنه في النص؟ وكنستخرجوا الحقول الدلاليه، حقل مثلا دل على مثلا اتجاه معين، وحقل يعني معجمي مثلا دال على حقل معين. مثلا نعطيكم نموذج، مثلا قصيده معينه، قصيده مثلا تحدث في العصر الجاهلي، مثلا المعجم الدال على مثلا الحرب او شي حاجه بحال هكا، او الغزوات او شي حاجه بحال هكا، والمعجم مثلا دال على ذات الشاعر او الحزن الشاعر او بكاء الشاعر على الاطلال او شيء من هذا القبيل. اذا ضروري كتلقاهم، ممكن تلقى 3 الحقول، ممكن تلقى حتى 4 الحقول. اذا كتستخرج هذه الحقول هذا والمعجم المرتبط بها، يعني كتستخرج دوك المصطلحات في السؤال. يعني السؤال هذا منقسم من جوج الحوايج. كتستخرج الحقول المعجميه، الحقل الدال على كذا والحقل الدال على كذا، ثم كتستخرج دوك المصطلحات اللي داله على كل معجم. هذوك المصطلحات يعني داله عليه، وكديرهم يا اما في جدول يا اما يعني اشكال عوارض، وكدير يعني الحقل الدال على كذا جوج النقاط، وكتعطي المصطلحات المرتبطه به. ثم ملي كتسالي الا كان السؤال قال لك ابراز العلاقه القائمه بين هاد جوج الحقول، فانت كدير العلاقه القائمه بيناتها، اما علاقه تضاد فاش كتم، يا اما علاقه تكامل فاش كتم هاد العلاقه التكامل. اذا كتعطي مثلا شنو هي هاد العلاقه اللي كتربط ما بين جوج الحقول، او مثلا هيمنه الحقل الدال على كذا الف مثلا على الحقل الدال مثلا على الحقل باء. اذا مثلا ممكن ان حقل يكون مهيمن على حقل معين. اذا على حسب الطبيعه ديال القصيده، على حسب الطبيعه ديال النص اللي هما عاطينك انك تحلل. اذا هذه الخطوه الثالثه. الخطوه الرابعه في المنهجيه هو رصد الخصائص الفنيه للنص وتحديد وظائفها بالتركيز على مثلا البنيه الايقاعيه والصور الشعريه. انا اشرح لكم هذا السؤال هذا. رصد الخصائص الفنيه، الا قالوا لنا في السؤال رصد الخصائص الفنيه في النص فقط وبين وتحديد وظائفها، نعود رصد الخصائص الفنيه للنص وتحديد وظائفها وتوقف السؤال، فاحنا مطلوبين على اننا نجبدوا كل الخصائص اللي موجوده في النص. كنقصد بالخصائص اللي موجوده في النص يعني تجبد الايقاع الخارجي والايقاع الداخلي والصور الشعريه والاساليب. اذا انت كلك مطالب ان في هذا السؤال هذا، الى عطاوك هذا السؤال هذا، فانت مطالب بس تخرج هاد 4 ديال يعني ديال الخصائص. اما الى عطاونا مثلا في السؤال رصد الخصائص الفنيه وابراز رصد الخصائص الفنيه وابراز وظائفها بالتركيز على الايقاع مثلا والاساليب،
الايقاع والاساليب. انت هنا شنو داير هنايا؟ اذا شنو كيفاش غيكون الجواب ديالك؟ انت ما يكونش تهضر لي على الخصائص كلها، هو مثلا عطاك بالتركيز على الايقاع والاساليب وانت غتمشي تجيب له الصور الشعريه، فراه غتكون انت كتطول على راسك وكتضيع في الوقت وصافي. اذا الا قال لك بالتركيز على الايقاع والاساليب، فمباشره كنمشيو للايقاع، كنهضروا على الايقاع الخارجي والايقاع الداخلي، ثم كنهضروا على الاساليب الموظفه داخل النص. اذا باش نحددوا لكم في السؤال، ماشي انك تبقى تهضر هكاك بحال دابا هذوك الامتحانات اللي كتلقاو، هذوك المنهجيات اللي كتلقاو نتوما في الانترنت، كتلقى هضر لك هوايا على الخصائص كلها. الخصائص كتمشي انت بحال شي دمدومه كتبقى تحفظ ونهار كتجي الامتحان كتلقى قال لك هو راه ركز لي انا غير على الخصائص والاساليب، وانت كتكتب له كلشي، وراه المصحف راه ذكي في هذه المساله هذه، راه انت اللي غتكون غبي. كنقول لك المنهجيه قبل اللي كتعطاك في الانترنت او اللي مليوحه ولا اللي عطاها لك شي صاحبك ولا شي حاجه، قبل ما تطبقها وفهمها عباد الله، فهم المنهجيه مزيان علاش كتهضر، فهم في الاسئله، شد الامتحانات. دابا راه في الانترنت الا درتي غير القلمي ولا درتي واحد المجموعه ديال المواقع، راه تلقاهم دايرين لك الامتحان ودايرين لك الاجوبه ديال الامتحان. وشد دوك الامتحانات ودير واحد المقارنه، شوف الاسئله اللي كتطرح، ودير واحد المقارنه ما بين 5 ولا 6 ديال الامتحانات، وراه غتشوف تقريبا نفس الاسئله اللي كتطرح كتعاود وكتكرر، فقط بعض المرات كتكون واحد الصيغه شويه اللي كيبدلوا فيها. اذا هذا كما قلت لكم يعني السؤال الرابع. نعاود السؤال الرابع، كيقول لك فيه السؤال الرابع رصد الخصائص الفنيه في النص. رصد الخصائص يعني غتستخرج هذه الخصائص الفنيه في النص. الا قالوا لينا استخرج الخصائص الفنيه وبين الوظيفه ديالها، فاحنا كنستخرجوا الخصائص الفنيه يعني الايقاع الخارجي والايقاع الداخلي والصور الشعريه ثم الاساليب. اما الا قالوا لنا رصد الخصائص الفنيه في النص بالتركيز مثلا على البنيه الايقاعيه والصور الشعريه، فنحن مطالبين باش نمشيو مباشره الى البنيه الايقاعيه والصور الشعريه، لا داعي اننا باش نذكروا الاساليب ولا داعي باش نذكروا حوايج اخرى. ثم كيقول لنا بين وظيفتها، بين الوظيفه ديال هاد الخصائص هادو. اذا اي خاصيه معينه الا وعندها واحد الوظيفه معينه. تكون نموذج مثلا في احياء النموذج الى جينا الايقاع الى جينا اسمح فين هي الورقه لان كنت باغي نوريكم دابا هي هذه. الى جينا مثلا الايقاع يعني مثلا الداخلي مثلا في احياء النموذج، وقد ولد ذلك توازيا ايقاع منحى النص طاقه ايجابيه وداخليه. اذا شنو هو يعني هذه الوظيفه ديالو؟ هو مثلا في احياء النموذج كنعرفوا مثلا الايقاع عند الشاعر او النفس عند الشاعر كيكون طويل، اذا غالبا كيستعمل يعني مثلا البحور ذات النفس الطويل، اذا كنعطيوه. وهذه مثلا كنقولوا لها ان وقد وظف الشاعر بحرا مثلا الطويل، والذي مثلا ينقسم الى أربعة تفعيلات، وهذا مثلا راجع على النفس الطويل لدى الشاعر. وهذه خاصية من خصائص مثلا إحياء النموذج. احنا نكون هنايا قلنا الوظيفة ديال هذا الإيقاع هذا اللي هو عطى لنا، أو هذا البحر هو اللي ينظم عليه الشاعر القصيدة ديالو. إذا كنعطيو الوظيفة ديالو. حتى الأساليب إلا جيتو شوفوا راه هي عندها واحد الوظيفة معينة، وظيفة تزيين، وظيفة يعني الإقناع، وظيفة يعني راه كاين هاد الوظائف هادو، وراكم قريتوها. ما لا داعي انني يعني باش نتفصل وندخل يعني في هاد الوظائف هادو. اذا هذا السؤال الرابع في المنهجيه. غادي ندوزو مباشره الى السؤال الخامس، وكيكون يعني هو عباره عن خلاصه عامه اللي كتكون عليها 4 ديال النقاط. و هاد الخلاصه العامه هذه اولا هذا السؤال هذا اولا يعني هذه الخطوه الاخرى في المنهجيه كيقول لنا فيها تركيب خلاصه تستمر فيها نتائج تحليل، وتبين مدى تمثيل النص هانتوما الناس اللي سولوني يقولوا لي يا استاذ كيفاش تفرقوا ما بين احياء النموذج وما بين سؤال الذات واحياء النموذج وما بين تكسير البنيه وتجديد الرؤيه. فهما في هذا السؤال غالبا في السؤال الخامس كيكونوا هما
راه هادرين ليك وقايسين ليك، راه عطيني واحد الاشاره معينه تما باش انت من خلال الا قريتي الاسئله. انا ديما كنصحكم بهذه المساله هذه، قبل غتشد الورقه يعطيك سميتو اللي غيحداك او اللي يحرسك يعطيك الورقه. اول حاجه كتشد الورقه كتقرا الاسئله مزيان، كتقرا الاسئله قبل ما تقرا النص. قرا الاسئله. علاش الاسئله؟ لان الاسئله كما قلت لكم كتكون فيها اشاره معينه، خصوصا يعني في السؤال الخامس. السؤال الخامس شنو كيقول لك فيه؟ تركيب خلاصه السمير فيها نتائج التحليل وتبيين مدى تمثيل النص لي، يا اما يكون احياء النموذج او لا سؤال الذات او لا تكسير البنيه او لا تجديد الرؤيه. اذا هانتوما الا قريتوا هذا السؤال هذا فغتكونوا عارفين مباشره النص، غتكونوا عارفين مباشره النص، القصيده علاش كتهضر. بحال العام اللي فات واحد جوج تلامذ كانوا عندي كيديروا يعني المراجعه وداك الشيء، وكانوا من ممتازين جدا يعني في اللغه العربيه. وشنو داروا؟ مشاو عطاوهم نص هو ديال سؤال الذات، ومشاو هما كيكتبوا في احياء النموذج. وملي حقيقه يعني كتكون تالف لحس العوان، كتكون تالف، كتكون مخلوع، كتكون واحد بزول واحد الحوايج. شنو داروا هما؟ مباشره شافوا يعني دات القصيده فيها النظام الشطرين وفيها يعني قافيه موحده وداك الشيء، كيسحبوا هما صافي احياء النموذج. وكان العكس، راه ممكن احياء عفوا السؤال الذات يكون نفس تقريبا نفس احياء النموذج، فقط يعني غير المضمون. في المضمون كاين الاختلافات كبيره بزاف. اذا مشاو كيهضروا على احياء النموذج حتى الاخر خرجوا ملي بداو كي مع صحابهم لا درت هكا درت هكا، اكتشفوا بان راه النص راه كيهضر على سؤال الذات ماشي احياء النموذج. وجابوا النقطه يعني هابطه بزاف في اللغه العربيه في الباك. اذا رجاء كنصحكم قراو السؤال الاسئله، خصوصا السؤال الخامس فكيكونوا هما مشير، راه عطاكم اشاره معينه تما على النص علاش كيهضر. اذا الخلاصه كما قلت لكم الخلاصه عامه كتجمع فيها يعني كل ما درستي كل ما شتي من بناء يعني من المقدمه حتى يعني النهايه في واحد 6 سطور او 7 سطور، ثم كتقول لهم مثلا الى اي حد مثلا مثلت هذه القصيده ذاك اتجاه معين، ذاك الاتجاه معين. اذا مثلا احياء النموذج تقول لهم بان مثلا القصيده حافظت على ايقاعها مثلا الداخلي وايقاعها الخارجي، ويعني لديها راوي محدد وقافيه موحده، ويتحدث مثلا الشاعر عن تجربة ليس بتجربة، وإنما يتحدث عن البكاء على الأطلال وإلى مجموعة من الأشياء. إذا وهذه خاصية من خصائص مثلا إحياء يعني النموذج. فأنا غتكون يعني شرتي وقصتي يعني داك السؤال اللي كان باغي المصحح. إذا